ستة د البلاغات ولا خمسة في كل ما كتفتح شي قنصلية، وهذا امر من واحد الناحيه غير مفاجئ لان شو قبيله بان يقدر غير يوجدوا شويه يوجدوا شويه، يعني كل مره يوجدوا. والغريب هو ان البلاغ تقريبا نفس، يمكن نفس اللغه نفس هذا. اللي جديد هو استدعاء. هذه حتى هي كتبين بان الجزائر يعني كتثبت نفسها كطرف في هذا النزاع، لانها الدوله الوحيده اللي كتعامل مع هذا الشيء. وهذا ماشي غريب، يعني ان الجزائر اليوم الا شفنا وثيقه اللي كان بالخطا قدموها الجزائريين لمجموعه من الدول. اش كتقول الجزائر لهذه الدوله؟ الجزائر هي ماشي طرف، يمكن نقولها بالفرنساويه. كتقول لها لهذه الدوله: nous vous demandons d'éviter des positions qui appuient le Maroc, s'abstenir d'adopter des dispositions inamicales envers l'Algérie à travers des références favorables au Maroc. يعني هادو بوثائق، هذه مذكره شفهيه اللي الجزائر ماشي كتقول، ماشي كتدافع على موقف، كتقول دوله éviter des positions qui appuient le Maroc. والجزائر بنفس المنطق مذكره عاوتاني شفهيه رسميه لدوله اخرى كتقول لها في ريفيرونس او فوروم كرونس مونتانا، وكتطلب من هذه الدوله هذه بانها ما تشاركش وتمنع اي مشاركه في كرونس مونتانا. داكشي اش كنقول انا، هذه البيانات على الاقل كتوضح، لان ما يجري او التعبئه اللي كيديرها الدبلوماسيه الجزائريه راها اكثر، راها يوميه. انا عطيتك نموذج ديال مراسلات رسميه لدول اللي كتقول لها ما تأيديش المغرب، او لا منتدى اللي هو منتدى الحوار اللي في الداخله، ويمكن هذه السنه السادسه ولا السابعه ديالو، السادسه، واللي الجزائر باقا الان كدير يعني دبلوماسيتها كتشتغل في هذا الاطار. ما عرفتش، يمكن حنا كونس مونتانا بالنسبه لنا تبت نفسه، ولاو الناس كيجيو بوحدهم، فربما هو هاجس اكثر للدبلوماسيه الجزائريه اكثر منه للدبلوماسيه المغربيه اللي اليوم كتبني تعاون، كتبني علاقات مختلفه. الاشكال اليوم هو ان خص واحد لا كويرونس، يعني انت طرف ودافع على المواقف ديالك وتفاوض، واما انت ما معنيش بهذا الملف وخليه، وتساءل واش انت الجزائر لما خرجتيش بيان كتستدعي فيه سفير ولا كتندد بموقف واحد الدوله لانها خدات قرار سيادي بفتح قنصليه، شكون اللي غيديروا من غيرك؟ فهذا كيبان بان طرف واحد اللي كاين اليوم.